ازيكم يا كل اصحابنا. هنشوف دلوقتي الحدوته الحلو. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق، اشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. جعان جدا جدا جدا. لازم الاقي اكل، انا جعان. ايه ده؟ فين الحيوانات اللي في الغابة دي؟ اروح بقى على غابة ابو سيمبا. بابا انا صاحي من النوم النهارده وفي دماغي افكار كتير جدا، قلت لازم اجي اقولها لك. ليه انت تبقى ملك الغابه يا بابا وانا لا؟ بابا انا عايز ابقى انا ملك الغابه. تبقى ملك الغابة مرة واحدة يا سيمبا؟ ملك الغابة دي حاجة كبيرة جدا يا سيمبا، دي مسؤولية كبيرة يا حبيبي، انت ما تقدرش عليها. ليه ما اقدرش عليها؟ ما كنتش عيل صغير يعني ولا عيل صغير؟ لا يا بابا، انا لازم تعتمد عليا وتسيبني ابقى ملك الغابه، انا عايزه ابقى ملك الغابه. كده ماشي يا سيمبا، خلاص انا هسيب لك الغابة بكرة، بس تبقى انت ملك الغابة بكرة، وشوف بقى وريني هتعمل ايه وتحل مشاكلها ازاي. يابا طريق، احنا لازم نشوف لنا حل. التلج راح خلاص، انتوا مش شايفيني بقيت ماسك شمسية؟ انا لازم يبقى في تلج خلاص، انا اتحريت من الشمس دي. لازم ابو سيمبا يشوف لنا حل. يا غابة ابو سيمبا طول عمرها فيها امان، اكيد مش محتاجيني، لما يحتاجوني بيعرفوا انا بينهم يجوني. ايه ده سوبر مان! يا سلام، انا شفت سوبر مان وهو بيطير في السما. يا سلام لو انا اطير زي الطيارة في السما. اتمختر يا سيمبا، وامشي واتمختر يا سيمبا، وبقيت ملك الغابة يا سيمبا. هروح دلوقتي اقول لكل اصدقائي ان انا بقيت ملك الغابة. يا ام سيمبا خد يا ام سيمبا عشان اقولك. ايه يا ابو سيمبا عايز ايه؟ كنت بعمل لكم الاكل جوه. هو الواد سيمبا ابنك راح فين؟ يا ام سيمبا سيبك من الاكل دلوقتي واسمعي اللي انا هقولهولك ده. انا هسيب لسيمبا الحكم لمدة بكرة، بس انا هخش انام، اللي ما تصحنيش الا لو حصل نصيبة. اما نشوف بقى سي سيمبا ده ازاي هيبقى ملك الغابة ويحكم الغابة. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش، انت اكيد بتهزر. تنام يوم كامل؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين سيمبا صغير، ما ينفعش يبقى ملك الغابة. سيبيه بس، انا عايز اعلمه درس مهم. لا فين كده يا واد يا سيمبا؟ ايه بتقولي يا واد يا سيمبا؟ انت جننت ولا ايه يا بغبغان انت؟ ده انا بكره هبقى ملك الغابه. انا جاي اقولك توزع وتقول لكل الحيوانات الخبر ده، اني بكره انا اللي هبقى ملك الغابه. انت بتهزر يا سيمبا؟ انا ما بهزرش، وانا ملك الغابه وانت لازم تسمع كلامي. يلا يا بغبغان، روح طير وبلغ كل الحيوانات ان انا هبقى بكره ملك الغابه. مش هروح ابلغهم. ايه اللي عليك ده مليان شوية. حتى البغبغان طار. اخيرا جيت الغابة بتاعت ابو سيمبا، هجيب بقى الحيوانات واكلهم كلهم. بقرة، الله هاكلها. مام تعالي لي يا جميلة. ما تدخليش. كلتها. ايوه بقى يا بنتي يا لولو، شفتوا الشياكه اللي انا خليتكم فيها يا حيوانات؟ كان لازم انزل الغابه من زمان. الحيوانات اللي انتوا عاملينه في نفسكوا ده. بس يا بغبغان ده انا مشيكاهم. بس هي كام ايه؟ ما في ديناصور في الغابة. ايه بنياسور؟ ايه بنياسور ده؟ انت عبيط، مفيش حاجه اسمها بنياسور. اصل هو الدغ معلش ما تاخديش في بالك، قصده ديناصور. هو بقى في ديناصورات يا بغبغ؟ في ديناصور والله، في ديناصور. انتوا قولين بقى. اهو مشي اهو، سيبك منه يا لولو سيبك منه. بس تحفة اللي تقوم اللي انتي ملبسها لنا دي، تحفة. هو سكار مش باين ليه من الصبح يا صاحبي؟ ما شفتوش والله يا اخويا، ولا انا اللي شفته برضك، مش عارف في ايه. اتباع الحاجات بقى. عايز يا بغبغان يا غتت انت ودماغك ضابط. انا كنت عايزاكم
بس عشان انتوا انا مش ههزركم. تحزننا من ايه يا شيخ؟ روح. يا سلام، وانا قاعد بتروق كده في الشمس وبتشمس واخد حمام الشمس بتاعي. احلى حاجة ان انت تبقى ملك، تقعد كده وما تعملش حاجة خالص. الحقني يا ملك الغابة، الحقني يا ملك الغابة. ايه ده في ايه يا عم ضب، مالك؟ انا اتسرقت والله يا سيمبا يا ابني. فين باباك عشان احكي له؟ فين باباك؟ لازم يجيب اللي سرق. لا بابايا مش موجود، مسافر، وانا اللي هبقى ملك الغابة النهاردة اليوم بحاله. شوف بقى انت ايه مشكلتك، وما تخافش ما تخافش، انا هحلها لك. مشكلتي ايه اللي هتحلها يا عيل يا تافه انت؟ يعني انت لما تقوم تروح للسارق وتقول له رجع للدب الحاجة هيخاف منك؟ ده انت عيل صغير. ازاي يا ابو سيمبا بس يعمل كده ويسيبك؟ ايه ده؟ دي بقت غابة وحشة جدا، انا لازم امشي منها. انا غلطان اني جيت هنا. ايه ده هو عمل كده ليه ده ومشي؟ ما انا قلت له انا هحل لك مشكلتك. ايه ده؟ طيب وقال ايه عيل صغير ماشي انا غلطان اصلا ان انا قاعد وبستمع لهم. اما نجي على امي اشوفها عملت اكل ايه. يا ماما يا ماما. ايه يا سيمبا في ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ انت مش عارف ان انا واقفه في المطبخ بطبخ؟ ماشي يا ماما، ملك الغابه الصغير جعان، يلا بقى بسرعه حضري لي اكل كبير جدا وعايز اكل بقى اكل كتير يشبع. لا يا حبيبي، انا لما بطبخ ليك انت وانت ابني، لكن ملك الغابة بيروح يصطاد بنفسه بيأكل نفسه. روح بقى يا حبيبي اصطاد لنا الاول وبعد كده بقى اطبخ لك اللي انت هتصطاده. اصطاد ما اصطادش ليه يعني هو الصيد هيبقى حاجة صعبة ولا حاجة صعبة؟ ده انا ملك الغابة، والله العظيم انا ملك الغابة وشاطر جدا، وهتشوفي يا ماما. اسكار، شفت يا اسكار اللي اخوك عمله؟ ينفع اللي اخوك بيعمله ده يسيب ابنه الصغير هو اللي يمسك امور الغابة؟ ازاي ده؟ اروح اشتكي ملك الغابة ان انا سرقت. لا ابنه الصغير بقول احللك انا المشكلة، ده عيل صغير. ازاي كده؟ نفاس اخويا ده ما عندوش دم طول عمره. طب ما بدل ما كان خلى حتة العيل الصغير يمسك مكانه كان قال لي انا سكار امسك يبقى مكانه ملك الغابة. لو تحطوا ايديكوا في ايديا يا حيوانات الغابة. بكرة يا سكار، بكرة لو اخوك مرجعش ومسك الغابة تاني انا هخلي حيوانات الغابة كلها يعملوا ثورة ونخليك انت اللي تبقى ملك الغابة. ايوه يا سيمبا، روح اصطاد الحيوان اللي هناك ده. ايوه ده كبير وهيكفيني انا وماما وهناكل وهنشبع. تعالى هنا، انا لازم اصطادك. تصطاد مين يا سيمبا؟ طب خد بقروني اهو، خد بقروني. خلاص انا اسف، سيبنا امشي. ايه ده؟ ما عرفتش اصطاده ومشيت بعيد عنه الحمد لله. طب احاول اصطاد حيوان تاني. ايه ده يا نهار ابيض، هو اللي جاي من هناك ده ديناصور فعلا؟ ده ديناصور. لا يا نهار ابيض، انا لازم اجري بسرعه قبل ما يجي عليا وياكلني، لازم ارجع بيتي. مش عارف اكل حيوانات كتير من الغابة دي، يبقى انا امشي بقى واسيبها واشوف غابة تانية اكل منها حيوانات كتير. ماما انت فين يا ماما؟ بتنادي وبتدور على مامتك ليه يا سيمبا؟ عملت ايه؟ مش انت قلتلي انك هتبقى ملك الغابة؟ بتجري ليه تدور على مامتك يا ملك الغابة؟ بابا انا غلطان جدا ان انا قلت لك ان انا ابقى ملك الغابه. انا ما ينفعش ابقى ملك الغابه ابدا يا ماما يا بابا، انا اصلا لسه صغير، انا اسف. وبعدين في ديناصور انا شفته وجريت منه وجيت استخبى في بيتنا. ماشي يا سيمبا، خلاص يا حبيبي. اهم حاجة عيش سنك واستمتع بسنك وملكش دعوة بمشاكل الغابة، وانا هروح احل مشاكل الغابة كلها. خش لمامتك جوه يا حبيبي، هتلاقيها عاملة لك غدا.